السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة ان شاء الله زي ما انتوا شايفين هنعمل لكم حمام. بس الحمام اللي هنعمله حمام بلسان عصفور. بلسان عصفور، ايوه، حمام بلسان عصفور، وطعمه جميل جدا مع الكبد والقوانص بتاعه الحمام، ملهاش حل. جميلة، بصوا، شوفوا الجمال، شوفوا اللون الذهبي بتاعه شكله ايه، واللسان عصفور واخد طعم الكبسة، جميل جميل جميل. بصوا شكلها ازاي، بصوا اللسان عصفور لونه ازاي، حمامة مستوية وجميلة. يامي، للي ياكلها جميلة. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب حلة نحط فيها مادة دهنية، طبعا زي ما تعودنا زيت على سمنة عشان الزبدة لوحدها ما تتحرقش. ونجيب بصلاية كبيرة متقطعة قطع صغيرة، ونحطها يدوب تدبل، ونبدأ ان احنا ننزل عليها بالكبد والقوانص بتاعة الحمام، نكون مقطعينها قطع صغيرة، عشان خاطر تبقى تتوزع مع الحمام جوه اللسان عصفور. وبعد كده نفضل نقلب فيها شوية يا دوب يتشوح ويتغير اللون بتاعها. ننزل عليها بالبهارات اللي انت عايزاها، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، كركم، كاري، توم بودر، بصل بودر، زي ما انت عايزة، سنة ماجي معاها مش هتقول لأ، تطعيمة سكر معاها. كل البهارات دي بتديها طعم أجمل وأحسن بكتير، وبتنقل طعمها لحتة تاني خالص. وما ننساش الملح، برضو هنا هنظبط الملح بتاعنا، لأن لسان عصفور بيتعامل معاملة الرز، بيشرب كمية الملح بزيادة، برضو محتاج كمية ملح. نقلبناها ودبلت والبهارات دخلت فيها، ريحة المطبخ، ريحة البهارات قلبة ريحة المطبخ بشكل غير عادي. دلوقتي هننزل بكيس لسان عصفور، طبعا احنا عندنا جوزين حمام هيكفيهم كيس لسان عصفور، وكمان هيفيض منهم. هنحط تحتيها في التزويقة، نزلنا عليهم، حطينا اللسان عصفور. التركة بقى اللي عندي، حطيت معلقة من السماق، هننزل عليها بمية دافية يدوب تغطيها. انا مش عايزة اسوي اللسان عصفور خالص، انا عايزاه زي الرز نص تسوية. قلبناه شوية على نار متوسطة، مجرد ما شرب المية ولقيناها طريت سنة بسيطة، هنقوم شايلينها نخليها تبرد، ونبدأ في ان احنا نحشي الحمامية. هنجيب الحمام ونكون مورقين الحمام كويس جدا. بصوا اهو كده خلاص شرب المية بتاعته، هنشيله. ادي الحمامية جبناها، وبعد ما نضفناها فصلنا الجلد عن اللحم. بصوا انا بوريكم التوريقة بتاعت الحمامية ازاي واصلة للحمامية من كل الاجزاء بتاعتها، كل الحمام على كده. طب ايه فايدة التوريق ده؟ احنا هنحشي اللسان عصفور جوه التوريقة دهيت ما بين اللحم وما بين الجلد، وهنحشيها من جوه. ده بيخلي الحمامية حجمها اكبر، وفي نفس الوقت طعم البهارات مع لسان عصفور شربوا اللحمة وشربوا الحمام، لحمة الحمام نفسها، وطعمها ملوش حل، جميل جدا. خدنا الحمامية وبهرناها من جوه ومن بره بالبهارات، في الجلد نفسها حطينا البهارات، وفي القلب حطينا البهارات، وبعد كده حشيناها. ادي الحشوة انا بوريها لكم ازاي. خلصنا. طب ايه بقى التركة اللي بعد كده؟ هنجيب الورق الاسترتش عندنا، وهنقوم حاطين الحمام عليه، ونكون جايبين البهارات بتاعتنا اللي احنا حطيناها على بعض، اللي هي برضو ملح وفلفل وكمون وبابريكا وكركم، توم بودر، بصل بودر، وهنتبل بيها الحمامية من جميع جوانبها، ونلفها بورق الاسترتش، نحكم اللف بتاعها كويس جدا. بعد ورق الاسترتش ونقفل الجناب كويس قوي. بعد ورق الاسترتش حابه تلفيها بورق فويل لفيها، انا ما كانش عندي ورق فويل فما حطيتش، وهي مش خطوه اساسيه. اهم حاجه ان هي احنا بنعمل الخطوه دي عشان البهارات تبقى جوه الحماميه وما تنزلش في الشوربه بتاعتها، وتبقى الحماميه متبهره منها فيها لاخر لحظه. وهنجيب بعد كده حله فيها البوكيه جارنيه اللي بنحطه في اي
سلق عندنا. وهنكون جايبين الحمامية هنخرم فيها خرم صغيرة كده، وهتكون المية بتغلي وننزل فيها بجوزين الحمام، نسيبهم يغلوا معانا على حسب جوزين الحمام، يعني هما بياخدوا من نص ساعة لساعة الا ربع. بعد كده بتشيلي منهم ورق الاسترتش وبتحطيهم في الفرن، بتدهنيهم ياخدوا لون في الفرن، عايزة تحمريهم براحتك. وتبدأي ان انت تحطي فط، طبعا عندي شوية من لسان العصفور قدمتهم تحتيها، حطيتهم وزوتهم بالمنظر ده. بصراحة لا 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 لا، طعم اللسان عصفور ببهارات الكاري اللي حطيناها عليها، بهارات الكبسة، جميل. وبصوا الحمامية دايبة ومستوية ازاي. يا ريت تدعمونا في القناة ويعجبكم الأكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.